بعض العوامل يعني توافر والصفات تتوافر في الفنان الجيد. اهمها الكاريزما، يعني لازم يكون عنده كاريزما، عنده حضور. بتتعمل ازاي الكاريزما دي؟ لا دي ما بتتعملش، دي بتبقى من عند ربنا. دي بتبقى يعني هبه من عند الله، ربنا بيديلك قبول. وبرضه انت بيبقى عندك حته ذكاء اعلامي شويه، عايز تبقى ستار، عايز تبقى موجود، لازم برضه تقدر تخطف اللي قدامك، تقدر تعمل جو مرح عشان ما تبقاش تقيل على الناس. بالاضافه طبعا للصوت واللي احنا لازم الواحد يشتغل على نفسه كتير. طب ويذاكر. انا شايف معاك الجيتار وجاهز بقى، تسمعنا ايه تاني؟ انا ممكن اسمعك اهو ده الجيتار. انا بحب قوي الاغاني الوطنيه بالذات في الوقت ده. بتاعت الاستاذ سيد درويش. طبعا الراجل ده اغنيه قويه. هي ما تجيش على الجيتار، بس انا هحاول اجيبها لك على الجيتار. اهو ده اللي صار يقوم علي ازاي يا سيدنا وفي البلاد ملوش بإذن. يقوم علي ازاي يا سيدنا وفي البلاد ملوش بإذن. قولي على أشياء تفيدنا وبعدها قولي يا هاب، اي الوان الغنى انت بتغنيها وبتحبها؟ هو انا بحب الغنى الرومانسي، ولكن انا بلاقي نفسي في الاغاني الوطنيه، لان هي يعني محتاجينها احنا في الوقت اللي احنا فيه دلوقتي. محتاجين الاغاني الوطنيه تبقى موجوده، لان الناس يعني ثورتين كتير عليهم. بتمنى الأغنية إن شاء الله. أنا عامل ألبوم وطني، وده بتمنى إن هو إن شاء الله هيظهر للنور الفترة القادمة إن شاء الله. بحاول إن أنا برضو أعمل فيه توليفة كويسة، بحيث إن أنا أوصل للناس بشكل محترم. يعني أنا عاوز أوصل للناس، يعني لما سيادتك تشوفني مثلا تقول ده إيهاب كامل ده حد محترم كويس. مش عاوز يعني اعمل اللون اللي هو اللي ماشي دلوقتي. ايهاب بشكرك ونورتني، وبالتوفيق طبعا ان شاء الله. وانت غنيت للناس وصوتك وصل للناس، هم بقى اللي هيحكموا على الموهبه بتاعتك. شكرا جزيلا لوجودك. شكرا يا ايهاب. بشكركم مشاهدينا، وبكده تكون خلصت حلقه النهارده من برنامج ايامنا. اشوفكم باذن الله الاسبوع القادم. الى اللقاء.